السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. قولوا آمين. لعل تلاقي حد يترحم علينا بعد كده. أنا جايبه لكم النهاردة فيديو سهل جدا عن فوائد الخبيزة. وزي ما قلت قبل كده في الفيديو الشورتز ان انا الخبزه انا مش زارعينها، احنا زارعين سبانخ، وهي طلعت كده مع السبانخ سبحان الله، بس طالعه ما شاء الله عامله ازاي. فقررت ان احنا نعملها النهارده. بس انا هقول لكم فوائد الخبزه. اهم حاجه في من فوائدها انها بتقلل السكر في الدم، بتظبطه بمعنى اصح سبحان الله. يعني شوفي حاجه بسيطه وبتطلع من عند الله. يعني يعني بقول لكم، قلت لكم انا مش زرعاها، وشوفوا ما شاء الله طالعه قد ايه. وفي الجنينه اللي قدام كمان، السور اللي قدام طالعه برضو كتير جدا، اوريها لكم برضو. بس شوفوا سبحان الله، مفيده جدا الخبيزه. زي ما قلت لكم اهم حاجه فيها انها بتقلل السكر في الدم، او بتظبط السكر في الدم، وبتسكن الالام، وبتقوي جهاز المناعه، و وتحمي الجسم من العدوى من البكتيريا والفيروسات. يعني قلت لكم سبحان الله، ربنا ما بيخلقش حاجه كده الا لها فوائد عظيمه جدا. يعني دوانا في الخضار بتاعنا، في اكلنا. آه سبحان الله العظيم، يعني ربنا بيخلقها في الشتاء علشان الفيروسات اللي بتكتر في الشتاء. وكمان بتعمل على قضاء التهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي زي الربو والعياذ بالله. وكمان بتعالج حرق الأرق، فهي كمان بتساعد على النوم والاسترخاء. قلنا بتعزز الجهاز المناعي، وبتحارب مشاكل الجهاز التنفسي. وكمان بتعمل ايه بقى، بتحارب محاربة الشيخوخة. يعني سبحان الله، الخضار بتاعنا مفيد جدا. كل حاجة ربنا خالقها مفيدة لنا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كمان الخبزة بتعمل على التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، وبتعمل على ارتخاء الحنجرة، وبتسرع عملية الشفاء. عشان كده قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق لنا يعني في كل فصل الاكل اللي بيقضي على الفيروسات والامراض اللي بتظهر فيه. كمان زي ما قلت لكم انها بمكافحة الشيخوخة وابطائها، فانها بتساعد على تحفز انتاج الكولاجين في الوجه. فده بيعمل على ابطاء ظهور التجاعيد اللي بتزعج اغلبيتنا، يعني سواء رجاله او نساء يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. بتعالج مشاكل الهضم، بتساعد في تسريع حركة الأمعاء والتخلص من مشاكل عسر الهضم والإمساك عند الإصابة به. يعني اللي عندهم إمساك مزمن بياكلوا الخبيزة. كمان بتساعد على حل مشاكل النوم، زي ما قلنا إنها لو استخدام الزيت بتاعها، أو شرب كوب منها. يعني تعمليها وتشربي لك حبة كده من الطبق، او تاكليها زي ما اخواتنا المغاربة بيطبخوها بطريقة حلوة برضو. ان شاء الله جربها بطريقتهم المرة دي. احنا بنعملها كده بتبقى عاملة زي الملوخية عندنا، لكن هما بيطبخوها وبيخرطوها وبيعملوها بالعقاد بتاعتها، بالعود بتاعها زي السبانخ كده. وديت كانت فوائد الخبيزة معانا. وزي ما قلت لكم اهم حاجة انها بتظبط السكر في الدم، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، وبتحفز الكولاجين في الجسم.
يعني دي حاجة ببلاش كده زي ما بيقولوا. وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من متابعين الكرام إنهم يشاهدوا حتى لو 3 دقايق حتى من الفيديو. جزاكم الله كل خير يا رب.